بسم الله وعلى بركة الله. أعزائي مشاهدي فضائية الإشراق، يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى في سلسلة برنامجنا حول الكرد الفيليين في برنامج رزقار فيلي. هذا البرنامج يبحث عن الأمور الاجتماعية والسياسية والثقافية للكرد الفيليين على مر الزمن. تطرقنا في حلقات السابقة إلى موضوع التوزيع الجغرافي بين جهتي جبال زاغروس. لإدامة هذا الموضوع نتطرق إلى موضوع العشائر المتواجدة على جانبي سلسلة جبال زاغروس. فنلاحظ أن هذه العشائر هي واحدة امتداد للأخرى، يعني لا نفس العشائر موزعة على الجهتين. مثلا إذا نأخذ العشائر الكلهر موجودين في الجانب اللي الآن هو الجانب السياسي الإيراني، وموجودين في الجانب السياسي العراقي. وكذلك عشائر الأركوازية موجودين بالمنطقة بعيلام خلف جبال زاغروس بشتكو، موجودين أيضا عندنا هنا بالعراق بخانقين وأب مندلي وشاربان إلى آخره. العشائر الباقية كذلك السرميري، القرولس، كل العشائر نلاحظ هي موجودة في إيران السياسي الآن، وأيضا موجودين في العراق السياسي، فلا تفصلهم إلا الحدود السياسية. ولكن قبل ظهور هذه الحدود واتفاقيات سايكس بيكو ولوزان وسيفر وغيرها، فكانت العلاقات الاجتماعية أوسع وأكثر، لأن هذه العشائر تربطها نفس الروابط. مثلا رابطة اللغة، العشائر الموجودة بالجانبين، العشائر الموجودة بالجانبين يتكلمون نفس اللغة ونفس اللهجة. هاي اللهجة اللي هسه متداولة في خانقين، في مندلي، في بدرة، في جصان، في أكراد بغداد، فنفس اللهجة أيضا متداولة في مناطق إيلام وكرمانشاه وقصر شيرين. هاي من ناحية اللهجة. من ناحية الدين والمذهب نلاحظ أغلبهم أو كلهم، يعني ولو اكو عشائر احنا ما انهم تطرقت الى اكو عشائر تضم السنة والشيعة من الناحية المذهبية، مثل كلور، مثل ورمزيار. فهذه العشائر هذه أكثرها تربطها رابطة المذهب اللي هو المذهب الجعفري. أيضا عندنا روابط أخرى، منها مثلا روابط المصالح المشتركة. هذه الروابط موجودة بيناتهم، يعني العوائل هذه كانت يعني قبل التقسيم وقبل ظهور هذا الحدود الجديد وهذه الاتفاقيات، المنطقة كانت منطقة واسعة ومنطقة مفتوحة، فلا توجد ضوابط ولا توجد موانع بين انتقال الشخص من جهة إلى جهة أخرى. فنلاحظ وجود علاقات عائلية، يعني علاقات مصاهرة، علاقات قرابة. فالشخص موجود بالعراق، ابن عمه موجود بالجانب الآخر، لأنه هذا الحدود مو حدود إلهي، حدود سياسة، حكام حكومات وعلى مختلف العهود ومر التاريخ حاولوا أنه يوضعون هاي الحدود السياسية، واللي هي بدأت حقيقة بين الدولة العثمانية وبين الدولة الفارسية الصفوية والفارسية من معاهدة تشالديران. هذه تشالديران وقفت الحروب، لأنه كانت الحروب بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية مستمرة، يعني باستمرار، حروب دامية، والخاسر فيها فقط هم الأكراد الموجودين على جانبي الحدود. فأيضا أي حرب صار بين الدولة العثمانية أو أي هجوم بين العثمانيين والفرس أو الفرس والعثمانيين، أي هجوم هو
كانت النتيجة تداعياتها على المنطقة وأذيتها على المنطقة، والمنطقة عانت من هاي الحروب سنوات طويلة وإلى الآن. يعني حتى إذا نلاحظ مثلا حرب قادسية صدام، القادسية السوداء، أيضا اللي متضرر بها المدن اللي موجودة على جانبي الحدود. فنلاحظ مثلا مدن قصر شيرين، مدن مهران، دهلران، هذه كلها تحولت إلى خرائب. من الجانب الثاني أيضا عندنا احنا المدن الموجودين المدن الحدودية، مثلا عندنا زرباطية، عندنا بدرة، عندنا خانقين، مندلي، كلها تأثرت بهذه الحروب اللي ما من وراها طائل. يعني حقيقة واحد يعني يدرس تاريخ الحروب، هاي الحروب ما أنتجت غير الظلم، وما أنتجت غير الأذية على الناس البسطاء أو الناس المسالمين. فهم الناس لا ناقة لهم فيها ولا جمل. فهالسبب هذا هاي الحدود يعني الحروب اللي صارت، فعلى أساس هي معركة شالديران وقفت الحروب بين الدولتين، وبعدين صارت معاهدة ذهاب أو معاهدة قصر شيرين، حددوا الحدود. وهاي الحدود هي هذه سببت قطيعة، يعني بمرور الزمن صعوبة الانتقال من جانب إلى جانب آخر، لأنه بمرور يعني فترات طويلة بعد هذه الاتفاقيات هناك صار تنظيمات رسمية وحكومية من حدود وجمارك وغيرها، وقوانين هي اللي نظمت العلاقة بين هاي الدول. فلهالسبب هذا نلاحظ يعني اتهام الكرد الفيلي ببغداد على أنه هو إيراني، هذا اتهام باطل، لأنه هو منطقته، يعني إذا هو مثلا خانقين أو مندلي أو أي مكان آخر، يعني هو بلده قاع هو عايش به، يعني هو عنده امتداد عشائر موجودة هناك بإيران. وشنو التأثير؟ نفس الموضوع احنا عندنا بالعشائر العربية، العشائر العربية اللي موجودة بأنبار عندها امتدادات بسوريا، وكذلك هم عندهم امتدادات بالعراق. فنلاحظ علاقات القرابة، يعني عزت مصطفى كان وزير صحة، زوجته ابن خالته هو كان يوسف زعين رئيس وزراء سوريا، يعني اثنين، يعني هذا نائب وزير صار بعدين بعد الانقلاب انقلاب 17 تموز، وذاك هم سوريا هم من حزب البعث، وما مشكلة. لكن بالنسبة للكردي هي مشكلة كبيرة وما لها حل نهائيا، لأنه نلاحظ احنا عمليات التسفير وعمليات ضياع الشباب وكلها نتيجة النظرات العنصرية والشوفينية من جانب السلطة. يعني ليش مثلا بالنسبة للسوريين يعني ذاك رئيس وزراء وهذا وزير، يعني مو مثل ما تقول هذا فلاح وذاك فلاح هناك. يعني عندنا ما عندنا احنا رئيس وزراء أركوازي موجود بإيران، ولا سرميري، ولا عندنا وزير شو اسمه عراقي هو من إيران. لا، هم كلهم اللي موجودين بالعراق هو عراقي، والموجود بإيران هو إيراني. يعني مو مشكلة. بعدين هي صارت الاتفاقيات وعلى صار تقسيم، وهذا التقسيم هو تقسيم ظالم ومع الأسف، لأنه فصل بين شعب واسع ومكون كبير. إلى الآن وصلنا إلى فاصل، إن شاء الله نلتقي بعد قليل بإذن الله. عدنا والعودة أحمد إن شاء الله. فنستمر إلى موضوعنا هذا، موضوع العشائر والعلاقات الاجتماعية والروابط، المصالح المشتركة. وأيضا يعني وصلت إلى معلومة
أنه الشركات الأجنبية والبيوت التجارية بالعراق كان لهم مقرات ومراكز في خانقين، مراكز تجارية، يعني مركز تبادل بضائع. يعني من مثلا كانت هذه الشركات أو هذه المؤسسات التجارية لها مواد صادرات تصدر إلى إيران، وأيضا من إيران يصدرون مواد. ففي خانقين يقول في يعني القرن التاسع عشر تقريبا هي كان موجود المراكز التجارية للتبادل التجاري بين الطرفين، وهذا التبادل موجود بيناتهم إلى حد شركة بريطانية مثل ما وضح الدكتور محمد تقي جون، تحياتنا له. فشركة تجارية بريطانية فتحت فرع في خانقين للتبادل التجاري. فإذا يعني مو فقط العلاقات القرابة وعلاقات المصاهرة وعلاقات فإذا هو نفس الناحية البقعة الجغرافية، وهي فهذه الاتفاقيات هي قسمت هاي المنطقة وحولتها إلى أنظمة سياسية مختلفة. حسب معاهدة سيفر، بعهد سيفر قرروا أنه الأكراد اللي موجودين على طرفي جبال زاغروس وأيضا موجودين إلى شمال العراق وإلى حدود تركيا وإلى سوريا، كل الأكراد ينجمعون في نظام حكم ذاتي للأكراد فقط. هو هذا معاهدة سيفر. معاهدة سيفر تنص على إنشاء منطقة حكم ذاتي للأكراد في المناطق اللي موزعة بين الدولتين. فمعاهدة سيفر أيضا من مقررات سيفر أنه يصير مثل استفتاء وحق، مثل ما يقولون، حق تقرير مصير لهؤلاء اللي موجودين على أطراف الحدود، سواء بالعراق وإيران وسوريا وتركيا. فهذه أنه يحق لهم أنه يشكلون دولة كردية. لكن اتفاقية لوزان بالعشرينات اجى بالعكس والغى اتفاقيه سيفر، وهذه المقررات راحت ادراج الرياح مع الاسف. وبقى انه الكرد يعانون مثل ما الفلسطينيين موجودين، ايضا موجودين باردن وموجودين بفلسطين، يعني موجوده تقسيمات. يعني هذه التقسيمات موجوده. حتى اذا نرجع الى سور برلين، سور برلين قسمت المدينه الى يعني مدينه، تقسيم المدينه ادى الى تقسيم الدوله بالكامل. يعني المانيا قسموها قسمين، شرقيه وغربيه، بوجود سياج. هذا السياج يعني احيانا يطب ببيت، يدخل داخل بيت، داخل محل، داخل شو اسمه منطقه، ايضا يقسمها. يعني قسم من البيت يصير بجانب الالماني الديمقراطي، وقسم صار بجانب المانيا الغربيه، الى ان انهدم سوق سور برلين والغيت هذه، وتوحدت المانيا في المانيا واحده. فهذه موجوده على مر التاريخ هذه التقسيمات، واحنا هذا التقسيم ايضا عندنا ما شاء الله موجود. فهي منطقه، يعني احنا نقول هي منطقه واحده من كل النواحي، من كل العلاقات، من كل، يعني كانوا بلد واحد، لكن بالسياسه تحول الى قسمين. عندنا موضوع اخر، انه المدن الموجوده في المنطقه الفيليه، اذا مدن موجوده مثلا بايران، موجوده مدن كبيره يعني صارت مثل كرمانشاه مدينه واسعه، وايضا مدن قصر شيرين، ذهاب، ايلام، هاي المناطق ايضا. و يعني اذا ناخذ قبل هذا مثلا، اذا ناخذ اللره الكبرى، يعني يشمل
قزوين ويشمل اصفهان ويشمل قوم ويشمل هاي المناطق كلها. لكن هسه هذه احنا فقط اللي علينا انه منطقة اللورس الصغرى اللي جانب زاغروس. وحتى الشيخ خزعل الكعبي هو منطقة اللي عندها قريبة من مناطقنا، من مناطق إيلام، وهسه كان يسميهم منطقة عرب الفيلية. يعني هم يقول الناحية العرقية بجغرافية فيلية، بس العرقية هم عرب يعني مو كراد. عندنا نقطة أخرى هم يعني أخرى يعني دليل أو أنه على عراقية أو عراقية هذه المنطقة أو عراقية هؤلاء السكان. الدول الكبرى تأسيس العراق ما كان موجود. العراق كانت 3 ولايات تابعة للدولة العثمانية، فأرادوا أن يحولون العراق إلى وحدة سياسية كاملة تضم ولاية الموصل وبصرة وبغداد. فيحتاج الرئيس هذه الولاية أو والي أو فقرروا أنه يكون نظام ملكي وملك على العراق. فمن المرشحين لملك العراق ومملكة العراق ذاك الوقت كانوا منو؟ عبد الرحمن النقيب، الشيخ خزعل الكعبي، ملك مو ملك، هو كان من ملك فيصل ابن الحسين، وعندنا والي غلام رضا خان. فإذا هذه يعني الدلالة أنه من حق الكرد الفيليين أنه يستغلون أو يشغلون أي وظيفة موجودة بالمنطقة. فهذه نتيجة يعني هذا نشوء الدولة العراقية. مع الأسف صدر قرار أو كون ملك فيصل الأول ملك، عينوه ملك على العراق. فهذه بداية تشكيل الدولة العراقية، ولكن كانت بداية سيئة، لأنه ملك فيصل الأول هو يعني رقموه أو أن الملك الأول هو رجل غريب عن العراق، يعني مو عراقي. العراقي هو يعرف المشاكل العراقيين أكثر من غيره. ثانيا الستاف اللي شكل الحكومة العراقية ذيك الفترة أكثرهم هم خريجين تركيا، وهم كانوا بالجيش التركي، وأيضا مشبعين بأفكار أتاتورك وغيره، مشبعين بأفكار هذه الدولة العثمانية القديمة، فعندهم الناحية العنصرية. فأسسوا العراق على أساس أو بنوا الهيئة الإدارية والجهاز الإداري في العراق على أساس خاطئ، والنتيجة كانت المآسي اللي التحقت بالعراقيين في السنوات الأخيرة، وخاصة بالنسبة للكرد الفيليين. واحدة من مقررات معاهدة ذهاب أو معاهدة قصر شيرين أنه لا يحق للكردي أو الفيلي اللي هو من التبعية الإيرانية، يعني تابعين لإيران، أن يساهموا في الجندية العثمانية. يعني ما مشمول بالجنسية، يعني سواء موجود بالعراق، موجود بإيران، بأي مكان، بأي دولة، هو ما مشمول بالجنسية. أصدروا بالبداية أنه قانون الجنسية، نظموا قانون الجنسية العراقية. مع الأسف هذا القانون قسم العراقيين على فصيلين، يعني مثل ما نقول درجة أولى أو درجة ثانية. فاللي عنده مستمسكات عثمانية فهو عثماني، واللي ما عنده مستمسكات عثمانية فهو إيراني. فلهالسبب هذا يعني مع الأسف هذا القانون بقى سنين طويلة، يعني إلى أن سقط النظام الدكتاتوري هو هذا القانون ماشي عليه، تبعيات إيرانية، تبعية عثمانية، تبعية يعني
بالنسبة للتبعية الإيرانية فما كان مشمول. هو التبعية الإيرانية شنو؟ ما عنده جنسية عثمانية اعتبروه إيراني. فمدحت باشا أصدر قرار الخدمة الإلزامية بالنسبة للشباب اللي عمرهم 19 سنة. الخدمة الإلزامية بالجيش التركي أول مرة كانت 12 سنة، بعدين تحول إلى 20 سنة. فهذه ال20 سنة اللي يقضيها الشاب العراقي مثلا بجيش التركي والجيش العثماني كانت مآسي، لأنه أغلب اللي تسوقوا إلى الخدمة العسكرية في الجيش العثماني انتهوا ما رجعوا، لأنه أولا بوقتها يعني فترات يعني قبل 150 سنة أكثر من سنة، فمواصلات ما كانت بهالشكل موجودة. يعني أنت تصعد بطيارة خلال ساعتين تواصل تركيا، لا، قبل على حيوانات ومشي يمكن شهرين شهر يلا يوصل مكانه. زين، وإذا يريد يرجع همينه هالشكل. وبعدين حروب الدولة العثمانية ما كانت فقط في تركيا، كانت موجودة بكل الإمبراطورية العثمانية، سواء بأوروبا إذا بآسيا إذا وين ما كان، بحدود روسيا، حرب القرم غيره. فدائما حروب الدولة العثمانية مستمرة، وهذه كانت أيضا مطحنة للشباب الموجودين. فلهذا السبب الناس حاولت أنه تنقذ أبنائها بأي طريقة. يعني أنا ابني ما أريد يروح، يعني يروح ما يرجع بعد. يعني حتى الدكتور علي الوردي يقول أنه ينصبون فاتحة له، يعني الشخص اللي يروح جندية كان يسموه سفربر. هذا السفربر أو سفر بلك هذه واحدة من المآسي اللي عانى منها رعاية الدولة العثمانية. فلهالسبب هذا الناس كانوا يهربون أبنائهم، سواء يهربوا للجبال، يهربوهم للأهوار، يهربوهم بأي مكان، حتى شنو ما يخدمون الخدمة العسكرية العثمانية. حتى احنا نلاحظ يعني بحرب القادسية يعني أيضا الناس هربت أبنائها. يعني شو يسوي؟ يعني يدري ابنه يروح يموت. أو بعدين حرب الكويت، يعني حرب الكويت بالأخير قبل ما يصير الضربة مال 16 على 17 ضربة مال الكويت، يعني الجيش الكويتي هناك. قبل هذا شخص ضابط صديقي كانوا بحفر الباطن، قال ما عندنا منتسبين، قال لي يروح إجازة ما يرجع بعد، يروح ما يرجع، لأن يعرف أنه هو شي يرجع شي يسوي إذا هو الطيران الأمريكي وبعدين 30 دولة متفقين. زين، هذا الإنسان هو بشر هم ينام بروحه عزيزة، هم أهله يعني شو اسمه. فلهالسبب هذا كانوا يهربوهم. يعني من ذاك الوقت هاي الفكرة موجودة. لكن بالنسبة للفيليين أو بالنسبة للعراقيين بصورة عامة، يعني مو بس فيليين، اللي اعتمدوا على فقرة اتفاقية ذهاب، اللي الفقرة اللي تنص على أنه ما يحق الرعاية الإيرانيين أنه يخدمون عسكريا. فلهالسبب هذا راجعوا السفارة الإيرانية وراجعوا القنصليات. ناس هي قامت يعني تحاول أنه تحصل على تأييد أنه هذا شخص إيراني، يعني هو مو إيراني أبدا، عن جد ساكن بهذا البلد وهذا المكان، يعني بس يسوي ينطون فلوس، يعني رشاوي يدفعون للقنصلية الإيرانية. يقول كان أنا واحد حكالي يقول قاعدين يم قهوة مال باب الشيخ يكتبون ينطون أوراق أنه هذا الشخص من رعاية إيران. فلهالسبب هذا كان ما يخدم عسكرية ومرتاح وش اسمه الناس. فمو بس الأكراد، هواي عرب أيضا، هواي الناس أخذوا هاي الأوراق. مع العلم قلت له يعني ينطوا رشاوي حتى يحصلون على هذا الأوراق. فإذا هاي الأوراق اللي أخذوها بجماعتنا صارت مآسي على الأجيال اللي بعدهم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في حلقاتنا القادمة إن شاء الله، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.